الخيول العربية 5 أنساب 5 أرصان. الرصن اللي هو النسب، دول ال5 حاجات الرئيسية في الخيل، متفرع منها بعض العائلات يعني، لكن ال5 أنساب الرئيسية اللي هي عبيانة، كحيلي، صقلاوي، هدبان، دهمان، دول ال5 العائلات الرئيسية في الخيول العربية. تقسيمة الخيل العربي كلها جت من ليها سبب تاريخي مع سيل اليمن. فالعرب هربوا من اليمن ب5 خيول، سمت بقى دي ال5 الخيول دول هم أساس الخيل العربي. فبقى بالنسبة لنا ال5 عائلات دول انحدر منهم باقي الخيول. ده حصان عربي أصيل. الحصان دون معروف جدا بامكانياته، بجماله. جماله جاي من النسب بتاعته، نسب الجمال بتاعته في الشكل، في المقاييس بتاعه الجسم بتاعه. حصان عنده قدره على اداء مهام قويه جدا، لان هو كان بيستخدم في الحروب، بيستخدم في السفر على المسافات البعيده جدا. حصان عنده عزه نفس غير عاديه. حصان كريم وبيحب ان هو يكرم، ما بيحبش الاهانه. فالحصان ده طباعه دايما ان هو من احسن وافضل الخيول اللي موجوده على مستوى العالم. بس هو يعتبر بالنسبه لنا في القفز هو مش رقم 1 في القفز، هو رقم 1 بيستخدم في الجمال، بيستخدم في السباقات. حصان ذكي جدا، عارف هو بيعمل ايه، وعارف صاحبه كويس جدا، وعارف ان صاحبه جاي امتى، وعارف ان هو هيعمل معاه، لازم يستقبله بطريقه معينه. فالحصان العربي من ذكائه خلاه احسن واجمل حصان على الكره الارضيه. ده اللي خلى ان الدول اوروبا والكلام ده كله ان هم ياخدوا منه سلالات ويبداوا يهجنوها على السلالات بتاعتهم. السلالات بتاعتهم احجامها كبيره جدا، لكن ما عندهاش نسبه الذكاء، وما عندهاش القدره العضليه ولا القدره بتاعت الذكاء بتاعته ولا البدنيه بتاعته. فبداوا يدخلوا الحجم الكبير بتاعهم على الذكاء والجمال بتاع الحصان العربي بتاعنا، بداوا يطلعوا منهم سلالات تانية خالص. لكن الاصل الحصان العربي الاصيل هو اصل الخيل على مستوى الارض. بداية معرفة الحصان أو الإنسان بالحصان، أول من امتطى الحصان كان سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل بعد ما بنى البيت مع سيدنا إبراهيم هو كان بيحب الحصان جدا، الكائن ده. لكن الكائن ده أيام قبل سيدنا إسماعيل كان يصنف من الوحش أو حصان أو كائن غير مستأنس. فبعد ما خلص البيت ربنا أوحى له بكلمات، فسيدنا إسماعيل قالها، فالحصان بدأ لوحده والخيل بدأت تجيله، ومن هنا بدأ يستأنس الحصان، ويعتبر سيدنا إسماعيل أول من امتطى الحصان على وجه الأرض.